السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا قوم ضادي أين أنتم إنني قد هالني إهمالكم أدواتي، قد هالني أن تستعينوا مرة بهزيل أقوال من اللهجات، وأنا الغنية والثرية إنني أسمو بضادي فوق كل لغاتي. يكفي بأن الله جل جلاله قال الكتاب بأقدس الكلمات، فاختارني ربي لخير رسالة ليكون في القرآن سر حياتي. من أحرف صاغ الإله كتابه، هذا الذي هو مجمع الآيات. فضل كفاني من إله بارئي، يا قوم هذا أشرف الدرجات. يا قوم إني أستغيث فهل بكم رجل رشيد نافذ الهمات. هل منكم رجل رشيد عاقل ليعيد لي مجدي، وقبل فواتي هبوا بنية ومن سبات دافعوا عني، وصونوا قامتي وقناتي. فأنا لكم عرض وعز دائم، فأنا لكم عرض وعز دائم، والعرض واجب حفظه بثباتي. فإذا تخاذلتم فإني منكم لبريئة، إني ليوم مماتي. وكفى بأن الله في عليائه هو حافظ القرآن والآيات. سيظل حرفي قائما متمكنا حتى تقوم قيامة الأموات. لغتنا العربية تناشدنا أن نحببها لأولادنا وأحفادنا، فهل من مغيث؟ مرحبا بكم. مما يدمي القلب ما نجده من أخطاء إملائية فيما يكتبه أهل الجرائد والمجلات وأهل الكتب والطباعة، وكذلك عند أولادنا في المدارس. مع أن القواعد جميلة ليس فيها ذاك التعقيد، لكن الأسلوب الذي يصل إلى أولادنا به تلك القواعد هو أسلوب فظ وصعب، إما بالألف التي تكتب مرة على ألف مقصورة أو ممدودة، وإما الهمزات، وإما التاء ما بين المربوطة والمبسوطة. الهمزات، تحدثنا عن الهمزة في أول الكلمة، وأنها إذا جاءت همزة قطع إما أن تكتب الهمزة فوق إذا كانت مضمومة أو مفتوحة، وإما أن تكتب تحت إذا كانت مكسورة. أما الهمزة المتوسطة فقاعدتها بشكل سهل أننا ننظر إلى حركتها وحركة الحرف الذي قبلها، ونكتبها على كرسي يناسب أقوى الحركتين. أقوى الحركات هي الكسرة، ثم الضمة، ثم الفتحة. فهذه الموازنة هي التي تجعلنا نختار لها الكرسي. فإن كان الأقوى الكسرة فإننا نكتبها على نبرة، وإذا كان الأقوى هي الضمة فإننا نكتبها على واو، وإذا كان الأقوى هو الألف فإننا نكتبها على ألف. هذه هي قاعدة الهمزة المتوسطة، إلا أنها شذت عندنا 3 حالات. الحالة الأولى إذا جاءت مفتوحة بعد ألف ممدودة فإنها تكتب على السطر قراءة. إذا جاءت مفتوحة أو مضمومة بعد واو ساكنة وضوءه وضوءه. إذا جاءت بعد ياء ساكنة نقول بيئة، فتكتب على نبرة. هذه هي قاعدتها العامة وقواعدها التي شذت عن القاعدة العامة. مثال على ذلك كلمة رؤية، ننظر إلى حركتها الكسرة، ننظر إلى حركة ما قبلها الضمة. إذن نوازن بين الأقوى فنقول إن الكسرة أقوى من الضمة، والكسرة يناسبها النبرة، إذن تكتب على نبرة. أما الهمزة المتطرفة فقاعدتها أسهل من قاعدة الهمزة المتوسطة. ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها فقط. إن كان الذي قبلها مكسورا تكتب على ياء غير منقوطة شاطئ. إذا كان الذي قبلها قد ضم فإننا نكتبها على واو لؤلؤ.
إذا كان الحرف الذي قبلها مفتوحا فإننا نكتبها على ألف. ملجأ. إذا كان الحرف الذي قبلها ساكنا فإننا نكتبها على السطر. والمثال على ذلك شيء، الشين مفتوحة، الياء ساكنة، فإذا تكتب الهمزة على السطر. كما نكتب كلمة عبء، كما نكتب كلمة ملء. بقي عندنا الحالات الشاذة للهمزة المتطرفة. الأولى إذا سبقت بواو مشددة مضمومة فإننا نكتبها منفردة على السطر. المثال على ذلك تبوء، تبوء. الحالة الثانية هي الهمزة المتطرفة التي أصلها همزة متوسطة لكن حذف الحرف الأخير بسبب نحوي، تبقى على حالها، فمثالها ينأى تصبح لم ينأ فتكتب على ألف، مع أن ما قبلها قد سكن فلا بد أن تكتب على السطر، لكن هذه حالة شاذة. إذن هذه هي الهمزات. قاعدة الأول سهلة، وقاعدة المتوسطة سهلة، وقاعدة المتطرفة سهلة، ما بقي علينا إلا أن نتدرب عليها. كان الأستاذ المبدع المدقق علي حمد الله رحمه الله مدرسا لنا في مادة الصرف في الجامعة وفي الدراسات التخصصية. تخصصه في مادة الصرف أكسبه إبداعا وعلما وتدقيقا لم نجده عند غيره من الأساتذة، جزاهم الله عنا كل خير. كنت أقول دائما إن في نسخته التي يحملها بين يديه في كل درس من كتاب شذا العرف في فن الصرف للشيخ الحملاوي رحمه الله كانت تشتمل على كنوز من التعليقات كنا نود أن نطلع عليها، وخاصة إذا جئنا إلى التدقيق في معاني الزيادة. حروف سألتمونيها التي تزاد على الفعل المجرد تضيف له معاني كثيرة وجديدة لم تكن موجودة في الفعل عند تجرده، ولذلك قالوا الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. وكانت هذه الزيادة عاملا مهما في نماء اللغة العربية وتكوين ثروة لغوية أوجدتها الحاجة. لكن هذه المعاني تحتاج إلى تدقيق في كل وزن من أوزان الفعل أو الاسم. مثلا أفعل يرد هذا الوزن لمعاني متعددة، منها التعدية، دخل وأدخل. الدخول في الوقت الذي هو أصل الفعل، نقول أنهر الرجل أي دخل في النهار، أصبح أي دخل في الصباح. الدخول في المكان، يقولون أشأم أي إذا دخل الشام. أيضا وجود الشيء على صفة، تقول أعظمته أي وجدته عظيما. السلب، تقول أعجمت الكتاب أي أزلت عجمته. الحينون أو الاستحقاق، تقول أحصد الزرع أي حان أن يحصد. الصيرورة، تقول أثمر البستان أي صار ذا ثمر. فعل من الأوزان المهمة أيضا، تأتي لمعنى التكثير، تقول كسرته وقطعته إذا أردت كثرة العمل. النسبة، تقول بخلته وجبنته أي نسبته إلى البخل والجبن. التعدية، تقول فرحته وفهمته. الصيرورة عجزت المرأة أي صارت عجوزا. كذلك وزن فاعل من أشهر معانيه المشاركة، تقول قاتلته. المعاملة إذا كان الفعل مشتقا من أسماء الزمان، تقول ياومته إذا عاملته باليوم. وزن استفعل من أشهر معانيه الطلب، استوهبته أي سألته هبة لي. التحول من حال إلى حال، استأسد القط أي صار أسدا، استحجر الطين أي صار حجرا. الاتخاذ، تقول استوزر فلان أي اتخذ وزيرا له. وجود الشيء على صفة، تقول استضعفته أي وجدته ضعيفا. افعوعل هي مبالغة في التوكيد، تقول اعشوشبت الأرض، اخشوشن فلان. تفعلل للمطاوعة، دحرجته فتدحرج، بعثرته فتبعثر. وصلنا إلى ما كنا قد سألناكم عنه، وما ربك بظلام للعبيد. فلان ولادة، هذه الدجاجة بياضة. فلانة ممرضة. هذه الأوزان لما جاءت؟ هذا ما كان قد سألنا إياه الأستاذ علي حمد الله رحمه الله في بعض الامتحانات، فتذكرنا ما كنا قد أخذنا على يديه من تدقيق في الأوزان ومعاني الزيادة. ليس كل
لفظ فعال يدل على المبالغة. وما ربك بظلام للعبيد، أي ما ربك بمنسوب له الظلم أبدا، وليس معناه للمبالغة، إذ لو لم يكن ظلاما قد يكون ظالما، حاشا لله. فالظلام أي ليس منسوبا له الظلم أبدا سبحانه وتعالى. كذلك ولادة ليس معناها كثيرة الولادة، بل أي منسوب لها الولادة. كذلك دجاجة بياضة ليس معناها كثيرة البيض، لا، إنما معناها أنها ذات بيض نسب لها البيض. ممرضة أي نسبت إلى التمريض والجلوس عند المريض. كل وزن في هذه اللغة العظيمة يحمل معاني كثيرة جعلتها ثرة بهذه المعاني والكلمات. الإجازة لها أكثر من معنى، ففي القرآن لها معنى، وفي الفقه والحديث لها معنى، ولها معنى في علم العروض خاص، ولكني سأقف هنا على معنى ثالث كما يرد في قولنا أجز هذا البيت. الإجازة أن ينظم الشاعر على شعر غيره ويكمل في معناه على نفس الوزن ونفس القافية، كأن يأتي الشاعر بشطر بيت ويجيز غيره لإكماله، أي يطلب منه ويقول له أجز. مثلا روى الزبير بن بكار قال: استنشد عبد الله بن عباس رضي الله عنه عمر بن أبي ربيعة فأنشده: تشط غدا دار جيراننا، فبدره ابن عباس رضي الله عنه فورا فقال: ولا الدار بعد غد أبعد. فقال له عمر: قال كذلك قلت أصلحك الله، أفسمعته؟ قال: لا، ولكن كذلك ينبغي أن يكون. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لابن عبد الأعلى: أتمم هذا البيت وأنت أشعر العرب، نروح ونغدو كل يوم وليلة. فقال مجيبا فورا: وعما قليل لا نروح ولا نغدو. ومن الإجازة ما روي أن بعض الشعراء قال لأبي العتاهية: أجز، برد الماء وطاب. فقال أبو العتاهية فورا: حبذا الماء شرابا. ركب المعتمد في بعض الأيام قاصدا الجامعة يوم الجمعة، والوزير ابن عمار يسايره، فسمع أذان مؤذن، فقال المعتمد: هذا المؤذن قد بدا بأذانه. فأجابه ابن عمار: يرجو بذاك العفو من رحمانه. فقال المعتمد: طوبى له من شاهد بحقيقة. فقال ابن عمار: إن كان عقد ضميره كلسانه. قال علي بن ظافر: رأينا شعاع الأصيل أي الشمس فوق بياض الماء، فقلت لصاحبي: أجز، أذكت الشمس على الماء لهب. فقال: فكست فضته منها ذهب. ركب المعتمد أيضا يوما النهر الوادي الكبير ومعه وزيره ابن عمار. قال: وقد زردت الريح النهر، أي أخذ يترقرق فيصنع ما يشبه الزرد في الدرع. فقال ابن عباد لوزيره ابن عمار: أجز، صنع الريح من الماء زرد. فأطال الوزير ابن عمار، لم يهتدي للعجز، فما لبث أن سمع صوتا يجيز: أي درع لقتال لو جمد. فتعجب ابن عباد من حسن ما سمعه، وإذا بصاحبة الصوت امرأة حسناء هي جارية لرجل اسمه رميك، فأعجب بها المعتمد وتزوجها وسماها اعتماد. قال ابن العربي رحمه الله: دخل علي ابن صارة وبين يدي نار قد علاها رماد، فقلت: لتقل في هذا؟ فقال: شابت نواصي النار بعد سوادها وتسترت عنا بثوب رمادي. ثم قال لي ابن صارة: أجز. فقلت: شابت كما شبنا وزال شبابنا فكأنما كنا على ميعاد. ما أجمل هذه اللغة التي إذا سمع القائل أول بيت من الشعر استطاع أن يعرف آخره. في الحلقة القادمة سنتحدث عن بعض الألفاظ. هل نقول الله سبحانه ستير أم نقول ستير؟ هل نقول لأحدنا بأنه عبد الوهاب أم عبد الوهاب؟ هل نقول فلان المتوفي أو المتوفى؟ ثم سنتحدث عن الكلمات الأربع التي نختبر فيها عادة طلابنا لنرى درجة معرفتهم بتلاوة القرآن وقراءته. سورة الحجر
الآية 2، سورة يونس الآية 35، سورة النساء الآية 119، سورة ياسين الآية 49. جربوا قراءتها ثم استمعوا إلى قراء القرآن الكريم لتروا مدى إتقانكم لهذه الآيات. ثم سنتحدث عن الفرق بين آتوا الزكاة وآتوا الزكاة، ما الفرق بينهما؟ ونختم عن فعل يسمى ثلاثي الأبعاد فأجاءها، لما سمي بهذا الاسم؟ من أراد أن يستبق هذه المعلومات فليكتب لنا في التعليقات. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.